انتي مجنونة يا ضحى. خلاص بقى، ملهاش لازمة الكلام اللي بتقوليه ده. قلتلك دي كانت مجرد صداقة وكلام عادي وخلاص، انا نهيته اهو وقدامك. بلاش بقى اخر حاجة ما بيننا والكلام ده، لان انتي عارفة ان اللي ما بيننا كبير قوي يا ضحى. وانا عمري يا ضحى ما هتخلى عنك وبالسهولة دي، عشان انا بحبك وانتي فاهمة كده كويس. انتي اول حب في حياتي واخر حب. ده انا بحلم باليوم اللي هنجتمع فيه انا وانتي مع بعض في شقة واحدة يا ضحى. تقولي لي اخر حاجة ما بيننا؟ ليه كده يا ضحى؟ ضحى كانت بتسمع كلام صقر وما بتردش عليه خالص، وبتحاول تصدقه وبتفكر هتعمل ايه. وفجأة صقر يبص يمين وشمال ويشهق بصوت عالي، فضحى تتخض. في ايه؟ ايه يا صقر؟ مالك؟ هي دي اوضتك يا ضحى؟ اه اوضتي. في ايه؟ هو ده سريرك اللي انتي بتنامي عليه؟ اه يا صقر، في ايه؟ خضتني. مالك؟ اوضتي وسريري. يعني انا وانتي لوحدينا في اوضتك وعلى سريرك؟ اه يا صقر، مالك؟ في ايه؟ بس هو بابا وماما فين؟ شش، انتي زعلانه مني صح؟ اه زعلانه منك. فجأة زقها صقر ونام على السرير ومسك ايديها وحضنها. طب تعالي بقى يا ضحى، تعالي هصالحك، يلا تعالي ما تزعليش. انت ايه اللي بتعمله ده؟ قوم يا مجنون، بابا يدخل علينا. قوم هنتبهدل. انت مراتي فبراحتي بقى. تعالي بس، تعالي قولي لي كلمة سر. لا لا خالص. طب هبوسك بس. لا لا لا. خلاص انت اديني بوسة صغيرة ودي اخر كلام. قومي على السرير يا صقر، وربنا لو بابا شافك هينفخنا احنا الاتنين. قوم اديني بوسة وهقوم، كلام رجالة والله. يلا. وطي الضحى عليه ولسه بيتبسم من خده، قام صقر لف وشه وبسها من شفايفها. اتخضت ضحى وفضلت تزق فيه جامد وهو يشدها لغاية ما سابها، وقامت جري ضحى من عنده. وصقر قعد يضحك عليها. لا لا، انت خطر الواحد يقعد معاك في أوضة واحدة، ما ينفعش. لا. انت لسه شفتي خطر يا ضحى؟ انت قليل الأدب. يلا قوم بقى، اتفضل قوم. قوم يا صقر. قام صقر اتعدل وهي ضحكت وحطت ايديها على شفايفها. صقر ابتسم وقام قايل لها: بحبك يا ضحى وما حبيتش حد غيرك. وانا كمان بحبك وبموت فيك. نصرة طلعت أوضة شمس عشان تطمن عليها. كانت جايبة لها معاها الأكل، لأن عارفة إن شمس ما أكلتش حاجة طول النهار وأكيد تعبانة من الحمل. فطلعت أوضتها ودورت عليها في كل حتة في الأوضة ملقتهاش، فعرفت إن شمس سابت البيت وراحت عند باباها. بس فضلت ما تكلمش فزاع وتقوله، لأن كانت عارفة إن فزاع متعصب في الوقت ده، ما كانتش تضمن رد فعله إيه. فقالت تستنى لما هو يجي ويعرف لوحده إن هي مشيت. راحت على أوضتها، ولما فزاع جه من بره دخل عليها الأوضة وقعد جنب نصرة وطلب منها تحكي له كل اللي حصل ما بين شمس ويوسف. ونصرة حكت له كل اللي حصل بأدق التفاصيل، وطلبت منه إنه يسيب يوسف ويمشي. فقالت له: بص يا فزاع يا ابني، اللي حصل كله إن الراجل دوت شاف شمس وهي واقعة من على السلم في المستشفى، ففكر إن أنت ضربتها. فلما شافها سألها، وهي كررتها عليه إن لأ، أنت ما تعملش كده أبدا، إن هي بتحبك. وطلبت منه إن هو لما شافها ما يكلمهاش تاني. والراجل اتكلم بأدب وسابها ومشي. ليه انت تعمل فيه كده يا فزاع؟ ليه تضربه بالعنف ده من غير ما تفهم يا ابني؟ ده ابوك عمره ما مد ايده عليا، ولا عمره عاملني معاملة وحشة. ولما كنت ازعل كان يخاصمني. عشان خاطري سيب يوسف يروح يا ابني واطلع لمرتك. حاضر يا امي، حاضر، بعد اذنك. قام فزاع وراح خرج بره، فك يوسف ورجع تاني علشان يشوف شمس. ولما طلع الأوضة بص عليها ملقاهاش، دور عليها في الأوضة وملقاهاش، مبقاش عارف هي راحت فين، وفكر ان هي في اي حتة في البيت. امي، هي شمس فين؟ انا دورت عليها في البيت كله ما لقيتهاش. مش عارفة يا ابني، يمكن تكون راحت عند مامتها ولا باباها، هي قالت كده. طب هتصل بيهم اطمن عليها. لا لا استنى، لحسن تكون لسه ما وصلتش ونقلقهم عليها. اصبر شوية. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عاوز اطمن عليها. ايه اللي يخليها تمشي؟ يعني انت مش عارف يا فزاع إيه اللي يخليها تمشي؟ فزاع رفع تليفونه
وقعد يتصل بشمس كتير وكان هيتجنن عليها، لكن شمس ما كانتش بترد عليه خالص. وفزاع كان كل شوية يقلق أكتر، ما بتردش عليا يا أمي، طب افرض حصل لها حاجة أطمن عليها ازاي؟ فضل فزاع يتصل بيها كتير لكن هي ما بترد، وكل شوية فزاع يتضايق أكتر ويتوتر أكتر عليها، لغاية ما نصر قالت له بقول لك ايه يا فزاع يا ابني، اتصل باخوك صقر وقول له يروح لخاله عابد ويشوفها هناك ولا لا ويطمنا. فزاع اتصل بصقر وقام قايل له يا صقر روح عند خالك ولما توصل هناك قولي. فزاع اهدى كده طمني وفهمني ايه اللي حصل، انا اصلا عند خالك وشمس مش هنا اساسا، ففهمني. طب لو جت كلمني يا صقر وقولي. طب احكي لي بس الاول وفهمني عشان اقدر اساعدك، ايه اللي حصل يا فزاع؟ فزاع حكى لصقر كل اللي حصل وصقر كان بيسمعه وهو مصدوم. فزاع قال له بس هو ده كل اللي حصل وانا مش عارف هي فين، دورت عليها في كل مكان ومش لاقيها، بقول ممكن تكون هتيجي هنا عند خالي، ابقى طمني يا صقر لحسن انا قلقان عليها قوي وعلى اللي في بطنها ومش عارف اتصرف. بص هي لو جت هنا عند خالك انا هقولك، بس افرض ما جاتش فكر كده هي ممكن تكون موجودة فين تاني. ما انا قلتلك دورت عليها ومش لاقيها، اعمل ايه؟ طب تليفونها طيب مفتوح ولا مقفول؟ تليفونها مفتوح لكن هي ما بتردش عليا خالص ومش هترد عليك يا فزاع لانها اكيد متضايقة منك. انا هتصل بيها يمكن ترد، او هقولك على حاجة هخلي ضحى تكلمها من غير ما خالي عابد يعرف حاجة، يمكن ترد عليها ونعرف نوصل لها ونعرف مكانها فين، وهبقى اكلمك تاني اقولك اي حاجة جديدة. فزاع قفل مع صقر وحط ايده على دماغه من كتر الصداع. فنصر قالت له اهدى يا ابني، اهدى يا فزاع، اكيد راحت لخالك، هتروح فين؟ كمان ساعة كده هتكون وصلت هناك يا حبيبي، اهدى. سابها فزاع وطلع على اوضته، وقف قدام السرير واتضايق قوي ان ملقاش شمس مستنياه زي كل يوم. خرج من الاوضه ومن البيت وهو مخنوق، راح على الاسطبل ولما وصل هناك افتكر برضو كل اللي حصل معاه لما كان هناك وان هما قد ايه كانوا فرحانين. بقولك ايه يا ضحى، اتصلي بشمس واسأليها كده هي فين، عشان هي اتخانقت مع فزاعة وسابت له البيت ولازم نعرف هي فين. ضحى رفعت التليفون واتصلت بشمس لكن شمس ما كانتش بترد عليها، قعدت فضلت وراها لغاية ما شمس ردت عليها وحمدوا ربنا قوي. ايه يا شمس عاملة ايه يا حبيبتي، طمنيني عليكي. الحمد لله يا ضحى انا كويسة بخير، انتي عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني، انتي كمان وحشتيني قوي يا شمس. قوليلي انتي فين كده يا شمس؟ يعني بتسألي ليه يا ضحى، في حاجة؟ شمس انتي مخبية عني ايه؟ مش انا اختك وحبيبتك وبتحكي لي كل حاجة؟ احكي لي فيكي ايه يا حبيبتي؟ انا مش عاوزة احكي حاجة يا ضحى، انا مخنوقة دلوقتي يا ضحى، معلش سامحيني مش هقدر احكي حاجة. مش انا يا شمس اتخانقت مع صقر خناقة جامدة وطالبة الطلاق منه، والله ومخنوقة قوي مش قادرة، بقولك إيه، تعالي نحكي مع بعضينا، انا بجد مخنوقة منه قوي. شمس ضحكت، هما الاتنين مصايبهم سودا. اه والله يا شمس الاتنين وحشين، تعالي بقى نتكلم مع بعض. لا يا ضحى مش هينفع اجي دلوقتي، يومين كده وهجيلك ونتكلم مع بعض. ليه مش هينفع ليه؟ وبعدين انتي فين كده وانتي حامل، افرضي حصل حاجة يا مين يلحقك يا شمس؟ ليه كده يا حبيبتي يا ضحى؟ افهمي انا وشي بايظ ومش عايزة بابا ولا ماما يشوفوني كده، فاصبري بس يومين وهاجي. خلاص خلاص ما تعيطيش، هو ايه اللي حصل؟ فزاع ضربك ولا ايه؟ اه ضربني بالقلم يا ضحى. بالقلم؟ ضربة في ايده؟ لا يا ضحى ما تدعيش عليه، بعد الشر عنه، هو بس غبي وايده تقيلة شوية، بس تدعيش عليه. انتي بتدافعي عنه بعد ما مد ايده عليكي يا شمس وضربك بالقلم؟ اصلا انا قلت له بطل غباء وهو متنرفز ومتضايق وما راعيتش ده. طب طمنيني بس انتي فين دلوقتي وانت حامل كده؟ افرض حصلك حاجة اطمن عليكي ازاي يا حبيبتي؟ ما ينفعش كده. ما تقلقيش عليا، عم ابراهيم معايا وهو طيب قوي وهيتصرف. ايه عم ابراهيم؟ عم ابراهيم مين ده؟ خلاص خلاص بقى يا ضحى بطلي رغي بقى، يلا سيبيني استريح شوية واقفلي يلا.
ماشي يا شمس، خلي بالك من نفسك، سلام يا حبيبتي.